النهارده عندنا كومباين هنا اهو لسه ابتدي يعمل عمليه الحصاد. قدامنا شوف نموذج من الالات الجديده. في نفس الوقت عندنا برضو العيال الجرار اللي هو بالالات الحرث الجديده اللي جايه هيحرث ورا الكومباين. يعني احنا عمليتين في وقت واحد، عمليه حصاد وغربله المحصول عشان المزارع يحس بالفرق في الانتاجيه. فهنا ده عشان الحصر ده ان شاء الله يعني بعد الحصاد المستهدف او متحصل عليه من 24 25 ارداب. احنا بنتكلم متوسط عام 20. بعد كده التكلفه هنا الانتاج يعني الفدان بيخش له 30 40 جنيه. كانت تقاوم وعملات واسمده ومبيدات وكل ده وعماله حوالي 30 40 جنيه. لكن هو لو زود حتى اردابين مش 4 ارداب هيفرق مع ان الارداب ب 2000 معاليك طبعا. لا بيكسب يا فندم. كده 40 قلت 30 ل 40 ما في حاله ان هو هيجيب 50,000 جنيه. ما هو انت هيبيع تم دلوقتي 7000 جنيه دلوقتي 7 عشان كده احنا بنعمل ايه بقى؟ لما نزود الانتاجيه 4 ارداب على الاقل هيفرق معاك في هامش الربح. هامش الربح ده لا قول لي احسب لي كده الانتاج اعملها ازاي؟ طبعا الاسمده طبعا بنضيف حوالي 6 شكاير الفدان. بنضيف التقاوي بتشتغل على التقاوي طبعا. التقاوي طبعا شجره 850 جنيه بتدي شجرتين للفدان. عمليه الحرث والخدمه يعني هو طبعا الوش بيخش له بحوالي مثلا 150 200 جنيه. يعني هو بيخش له بالحرث يعني الفدان بياخد 1000 جنيه. انت مش عارف تكلفه انت مش عارف التكلفه بتاعتك ايه. ما تكلفش 20 سامع الناس بتقول ايه؟ تكلفه الفدان ما تكلفش كمل. فهو لما بنفصل يعني لما نقف مع المزارعين نتكلم صح لو سمحت ماشي. هو بيخش 6 شكاير بياخد 4 شكاير. شكرا لسيادتك معالي الوزير.